المكان اللي احنا موجودين فيه هنا ده، احنا موجودين دلوقتي جوه عطفه بين بيتين، ده بيت وده بيت. بيت الجزار وبيت امنه بنت سالم. طيب البيتين دول ليهم قصص كتيره جدا، وقصصهم تشبه الاساطير، بل هي فعلا اساطير، يعني ليهم اساطير وقصص. في كتاب كده اسمه اساطير بيت الكركليه. البيتين دول كانوا بيتين لشخصيتين. البيتين دول اتبنوا في العصر العثماني، يعني مؤخرا، يعني في نهايات المملوكي وبدايات العصر العثماني مؤخرا جدا، بعد بقى قصه احمد طولون دي بكتير، والقصر زال ومدينه القطائع كلها زالت وبدا يتبني بيوت في المنطقه هنا دي. فدول بيتين اتبنوا في نهايه المملوكي وبدايه العثماني. طيب اول قصه من قصص البيتين دول انه زمان جدا كان في شاب عايش في بيت منهم، وبنت عايشه في البيت التاني. البنت كان اسمها لطيفه، والولد كان قاعد في البيت اللي جنبها. مامته كانت نفسها تجوزه، تعرض عليه بنات الحي وبنات الحاره وبنات الشارع، وهو مش موافق، مش عايز يتجوز حد فيهم. فلطيفه دي كانت جميله جدا، وكانت جارتهم، بس ما كانتش بتتكشف عليهم. ومامته شافتها في يوم، او امه شافتها في يوم وعجبتها جدا، بس ما حبتش ان هي تعرضها عليه عشان ما يرفضهاش. اللي حصل ان البيت ده من جوه في بير. البير ده بيتقال عليه اساطير كتير جدا، من ضمنها بقى سلطان الوطويط وبناته السبعه اللي هو سلطان الجان، ومن ضمنها قصه ان البنت اللي ما اتجوزتش لو بصت فيه، شرط بنت او ولد ما يكونوش اتجوزوا ويكونوا عذاره ويكونوا ما جرحهمش حد، يعني ما جرحهمش سكينه في حياتهم ولا لسعتهم نار. لو بصوا في البير في ليله قمريه القمر فيها مكتمل يشوفوا وش حبيبهم. المهم لطيفه دي في ليله من الليالي القمريه فكرت تبص في البير، وهي كان جمالها باهر. بيتقال ان هي لما بصت في البير فاض من كتر جمالها، ما قدرش يستحمل، فالميه طلعت في وشها. فالبنت اتخضت، طلعت تجري، لقت باب البيتين زي ما انتم شايفين البابين في وش بعض. من الخضه وهي بتجري لقت الباب بتاع البيت التاني في وشها. هي طبعا خارجه بقى من غير خمار، كانوا طبعا زمان بيلبسوا بقى اليشمك والحبره والغطا. هي طلعت تجري زي ما هي، فشافها الولد في البيت اللي قدامه، جن جنونه بيها وقرر ان هو يتجوزها. ودي كانت اول مره البيتين يجتمعوا او يندمجوا مع بعض، لما ابن الناس اللي في البيت ده اتجوز لطيفه او البنت اللي في البيت ده. وعدت الايام والسنين لحد ما البيوت دي اتهجرت واتهدمت. ولما كان في عصر الملك فؤاد ابو فاروق، وجم كان في طبعا الانجليز موجودين في مصر، من ضمن جيوش الانجليز اللي كانوا موجودين في مصر ضابط انجليزي اسمه جاير اندرسون. جاير اندرسون ده كان ضابط انجليزي، ولكن كان بيحب الانتيكس والاثار والحاجات دي جدا، وكان بيلف مع الجيش الانجليزي طبعا في البلاد اللي كان الجيش الانجليزي محتلها، وكان راح الهند وراح تايلاند وراح اماكن كتيره جدا. المهم فجه عشان يزور جامع احمد بن طولون، وعدى في الحاره دي ودخل جامع احمد بن طولون. لفت نظره البيتين دول، ولفت نظره المشربيات. الناحيه الثانيه هتشوفوا مشربيات البيت بص على الجامع، ويهيأ له او هو كتب في مذكراته انه شاف فتاه جميله. طبعا البيتين كانوا مهجورين ما كانش فيهم حد، انه شاف من المشربيه كأن فتاه جميله بتنده عليه، ندهته بنداها يعني، وحب المكان جدا بس سابه ومشي. بعد فتره من الزمن عرف ان الاداره المصريه قررت ان هي تهد البيتين دول بهدف توسعه وترميم جامع احمد بن طولون، ان هم عايزين يعملوا ميدان حواليه. اتجنن الضابط الانجليزي وقال لا، ده البيت اللي انا شفت فيه الطيف اللي نادالي ومستحيل انه يتهد. وتقدم بطلب رسمي للحكومه المصريه ان هو يعيد ترميم وبناء البيتين دول، على ان ويملاهم كمان بالمقتنيات اللي هو جمعها من حول العالم، على انه بعد ما يموت البيتين دول يبقوا هو هيتملكهم واشتراهم فعلا من الحكومه المصريه، وبعد ما يموت البيتين ما يتهدوش ويفضلوا متحف باسمه. وبالفعل الحكومه المصريه وافقت على الطلب ده، وجه جاير اندرسون واعاد ترميم البيتين على حسابه، وربطهم بالصباط او بالكوبري اللي احنا شايفينه فوق هنا ده، هنعدي من عليه واحنا جوه خلاص. و
جاب جميع مقتنياته من جميع دول العالم وبدأ يعمل فراغات جوه البيت هنا، ويفرش كل غرفة بحاجات بقى، غرفة فارسية وغرفة تركية وغرفة مصرية قديمة اللي احنا بنسميها فرعوني خطأ. يعني وكل بقى المقتنيات حطها في البيتين دول، وبعد ما توفى فعلا تحولوا البيتين دول لمتحف باسمه متحف جاير أندرسون، وفضلوا تبع المتاحف المصرية. تمام. دي القصة الأولانية كده. لما ندخل بقى جوه هحكي لكم قصة كل فراغ في البيت ليه حكاية وليه قصة. تعالوا ندخل جوه ونحكي الفراغات والقصص بتاعة البيت. البيت ده من أهم البيوت، أو يعني من أندر البيوت، لأن في حاجتين مش موجودين في البيوت التانية كلها، في سبيل وفي ضريح. نادر جدا لما نلاقي في البيوت المصريه سبيل وضريح. ده بيت متفرد جدا. اولا هما بيتين متصلين بصباط فيهم سبيل وضريح. فتعالوا نحكي بقى الضريح والسبيل وكل حاجه، ونحكي ليه اسمه الكرتليه اصلا. تعالوا ندخل جوه.